أنا كنت بدي محاضرات في السويد عن الإسلام، ومن ضمن الأماكن اللي كنت بروح أدي محاضرات فيها كان المدارس السويدية. في تقريبا فترة كده سنتين ثلاثة كنت بدي محاضرات في مدرسة ثانوية معروفة جدا في السويد في مدينة يوتيبوري. والمدرسة دي كان الحمد لله بتمتلئ الصالة كلها بطلاب، ومن ضمنهم طلاب سويديين وسويديات. كان في دايما بنت بتقعد كده في آخر الصف قاعدة بتسمع المحاضرة. شفتها يمكن سنة سنتين ورا بعض، كل مرة أروح عليها موجودة هناك، وشكلها سويدي، يعني شعرها مش زي شعرنا احنا اسود كده، ومش شكلها مسلمه واجنبيه. لا ما تخافوش، ما كنتش قاعد تبص على البنات، لكن كانت هي بتظهر جدا لان شعرها كان اصفر يعني. فالمهم انا مبسوط وفرحان ان واحده سوديه بتعرف حاجات عن الاسلام وكده، وجميل جدا. فجاه كده اختفت تماما عن الدروس، فانا بصراحه قلقت، قلت يمكن انا قلت حاجه غلط ولا زعلت ولا في ايه. فسالت البنات اللي موجودين في المحاضره فين البنت اللي كانت بتيجي كده دايما تقعد معاكم وكده. قالوا بنت مين؟ ما نعرفش بتتكلم عن مين بالظبط، اسمها ايه، شكلها ايه. حاولت اوصف، المهم يعني ما اعرفش راحت فين. عدت فتره كده، قاعد بعد الدرس بعد المحاضره، فجم الناس بيسالوا اسئله وكده، فجت اخت كده مسلمه وقفت قدامي بتقول لي ممكن اتكلم معاك شويه؟ قلت لها اهلا وسهلا، محتاجه مساعده في حاجه؟ قالت لي والله انا حبيت اشكرك بس على كل مجهوداتك والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فقلت لها تشكري؟ طب اهلا وسهلا، طب محتاجه حاجه يعني؟ فقالت لي انت مش عارفني؟ قلت لها لا ما اعرفش انت مين. قالت لي انا البنت اللي قاعده في اخر الصف دايما، وكنت قاعده بسمع دروسك، واسمي كذا كذا كذا. قلت لها انت البنت السوداء؟ طب انت لبستي حجاب ازاي وعبايه وكده؟ قالت لا انا اسلمت الحمد لله. قلت لها سبحان الله ما حدش قال لي. فقالت لي انا اسلمت لانه انا قعدت اسمع محاضراتك لسنه وسنتين، واتاثرت جدا وفكرت وقلت لا لازم اخد الخطوه دي وكده، فعشان كده افتكرت ان انا اختفيت. ايه بقى الحكمه في الموضوع ده؟ لانه ده حصل مش منها هي بس، من بلاد كتير جدا مروا في المجال الدروس اللي انا كنت بديها في المدارس بالذات، وقالوا لي نفس الكلمه، بفكر وبرجع لنفسي. هي دي بقى التربيه، ان الواحد يكون عنده طولة بال، يقعد يتكلم يزيد ويعيد، فجأة كده نتيجة. هي مش فجأة، في شغل كتير. عارفين الكلمة اللي بيقولوها دي الناس، ده النجاح ده طلع كده فجأة طلع لنا. مفيش حاجة اسمها فجأة، الناس تتعبت. في التربية نفس الشيء، وبالذات للأطفال اللي عندهم ADHD وعندهم إعاقة وظيفية عصبية، محتاجين صبر وطولة بال والكلام، وفجأة إن شاء الله هتلاقوا التغيير ده جاي بإذن الله سبحانه وتعالى. بحبكم في الله.